يا مساء الهنا على حبايب قلبي، انا ازيك يا اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده حلو جدا ومليان نصايح. فيديو كده خفيف لطيف ظريف يعني. آه هعرفك ازاي، خاصة البنات الصغننين اللي هم العرايس لسه الجداد دوت، والبنات اللي هم لسه بيخشوا المطبخ. هعرفك ازاي تعملوا عزومة حلوة مش مكلفة خالص. تمام. هنا انا معايا نص كيلو لحمة، نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصلتين. هعمل ايه بقى يا بنات؟ هعمل صينيه جلاش بس بطريقه حلوه قوي زي ما انتوا شفتوا كده في مقدمه الفيديو. وهعمل صينيه المكرونه بشاميل. وهعمل صينيه كيكه كده، حاجه فظيعه يعني. تمام. خدوا بالكم طبعا انا بنضف الحاجات ديت على الحوض، بس اللي جوه ده بيبقى مستخبي ما بشوفوش. خدوا بالكم من الحاجات دي. معايا هنا بصلتين. طبعا انا ساعات كتير اللحمه لما اكون هعصجها غير لما تكوني تعمليها كفته. يعني الكفته ممكن تحطي بصلايه واحده، لكن لما تكوني تعصجي اللحمه حطي على ضمانتي، ما تقلقيش كميه البصل قد كميه اللحمه، ما تقلقيش خالص يعني. بس انا طبعا حاطه بصل قليل لان كمان البصل غالي. معايا هنا فلفل شطه، فرمت طبعا البصل. تمام. سوري يا بنات. فرمت البصل عشان اعصج اللحمه، حطيت عليه واحد فلفل كده شطه. طبعا ده اختياري، لو ما بتحبوش الشطه او مثلا عندك اطفال صغيرين ما تحطوش. انا قعدت ما احطش الشطه لغايه ما لقيت ولادي بياكلوا الشطه عادي الصغننين، قلت لا بقى هي بتخلي الاكل الصراحه حلو قوي. معايا هنا توم علشان هتبل بيه الكبده. فرمت البصلتين، هفرم هنا كمان التوم في نفس الكبه وهي كده، ما تقلقيش خالص يعني. ده بصل وتوم يعني اتنين ولاد عم بعض. هحط على البصل اللحمه المفرومه من قبل ما تحطيها على النار، وقلبيها كويس قوي كده عشان ما تكلكعش معاكي. لما تحطيها كده وتسيبيها على النار ببص الاقيها اتكتلت كده، بقت كتل كتل يعني. هحط الملح بتاعي، طبعا ملح على حسب الرغبه يعني. هنا 7 معلقه كده، 7 بهارات. طبعا بحط كده بالنظر على طول عشان كنت مستعجله. وده هنا كبده. انا فرمت التوم مع قرن الفلفل الشطه. نزلوا كل في الكبه، الحاجات دي بتدفع فيها فلوس ترميها ليه؟ نزلوا كل في الكبه كده يعني عادي، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. باحط توم واحط واحد كده فلفل شطة. طبعا ممكن تستغنى عنه، ممكن تبدليه بالفلفل اللي هو الحامي البودرة بتاعنا. تمام. بس بحس ان هو الفلفل الفريش ده بيبقى احلى. حط ملح طبعا على الكبدة، معلقة كده صغنطوطة خالص، 7 بهارات. حبة فلفل اسود. ولازم يا جماعة الكبدة لازم فلفل اسود شوية كده يعني. وشوية كمان ما كانش عندي غيرهم اصلا يعني. انا بقولك اي بهارات عندك حطيها. عندك كزبره حطي، هي كانت خلصانه عندي وانا بحبها قوي خصوصا في الكبده، يعني بحبها في كل حاجه بس في الكبده اكتر. هتبل كده الكبده، تتبيله تتبيله كويسه جدا. وانا فعلا كانت جايلي والله اخت جوزي، وبعدين انا كنت اخر الشهر الصراحه ومش عارفه اعمل اكل ايه. تمام. تبلت كده الكبده كويسه وحطيت لحمه تتعصج. كده خلصت من اول حاجتين المفروض اول ما تخش المطبخ تعمليهم يعني. هغطيها واسيبها كده على جنب، مش هحطها في التلاجة طبعا ولا حاجه خالص. هنا المكرونه اللي انا جايباها عشان هعمل بيها صينيه المكرونه بشاميل. وحطيت ميه هنا عشان تتسلق. هحط في الميه بس شويه زيت وشويه ملح يعني. اي مكرونه تسلقيها تحط الحركه دي يعني، حط شويه زيت وشويه ملح. هعمل هنا البشاميل. طبعا انا معايا هنا كوبايه مش مليانه، او بمقدار مثلا 4 معالق دقيق. 4 معالق كده مليانين دقيق. تمام. معايا اللبن. طبعا اللبن ده اللي كان موجود عندي، هو فعلا كان جوزي جايبه كان موجود، انا ما اشتريتهوش، انا ما بشتريش اللبن ده. بشتري اللبن اللي هو العادي بتاعنا اللي هو من اللبان العادي. حط واحدة ماجي، حط كده مثلا شوية فلفل اسود ماجي. انا ما عنديش شوربة فحطيت 2 ماجي. لو عندك شوربة ما تحطيش ماجي او حط واحدة بس. فاهماني؟ طبعا ما عنديش شوربة خالص فحطيت كده ايه اللبن، وحطيت ماجي وحطيت فلفل اسود. حط ملح، حط اي بهارات متوفرة عندك. حط كده شوية سمنة. طبعا السمنة بتاعتي علشان سايحة، فانا حطيت معلقتين. هما المعلقتين ما يجوش يعني، لو السمنة بتاعتك مجمدة مش هيجوا معلقة يعني. ما بحطش انا كتير قوي في الحاجات دي يعني. الحاجات اللي هي بتبقى كده ما بحطش فيها كتير قوي. باخد كده ميه من اللي انا سلقه فيها المكرونه،
وبحطها زي بديل الشوربة يعني. لو عندك شوربة برضه هتستغنى عن الحركة دي. تمام. انا عشان مستعجلة مش مستنية بقى لما اصفي المكرونة وبعدين اخد المية بتاعتها، لا كده على طول. عايزه اقول لكم ان انا بفضل مثلا اقعد افكر هعمل اكل ايه هعمل اكل ايه، بس لما بخش المطبخ يلا كده في الانجاز، ما بضيعش وقت قوي يعني في تحضير الاكل. لو واحده وقعت منك في البشاميل عادي خالص مفيش مشكله، ما هو كله هيتحط على بعض في الاخر يعني. طبعا انا مسرعه الفيديو لان الفيديو كان كبير قوي. معايا هنا جبنه، ده ميكس جبن يا بنات. معايا هنا جبنه هبشر كده شويه وبرده مش هحط كتير، بس هي بتدي طعم كده، بتدي مطه بسيطه كده مش بتبان قوي، بس بتدي طعم، بتدي ريحه حلوه قوي يعني في البشاميل. لو ما عندكيش استغنى عنها، عندك جبنه اللي هي النستو المثلثات دي تحط 2، ما عندكيش برضو مش مشكله خالص. انا كده خلصت البشاميل. تمام. جبت الصينيه بتاعتي، الصينيه ديت ماسحه حلو برضو، هدهنها بس كويس. هشيل مضرب مش محتاجاه تاني. بص انا بعمل ايه بقى، مش بحط بقى نص البشاميل واحط المكرونه والكلام ده كله، لا بحط بشاميل في الصينيه بعد ما بدهنها. بحط حبه كويسين بشاميل في الصينيه. تمام. وبعدين بحط مكرونه، بحط ايه نص المكرونه، بحط بشاميل وبعدين احط نص المكرونه. والمكرونه مش مسويها على الاخر يا بنات، 3/4 سوا يعني 75% كده من سواها، ما تسويهاش على الاخر عشان هتاخد باقي السوا في الفرن. وبعدين هنزل باللحمه، وطبعا نص كيلو لحمه انا مش هحطه كله. تمام. هخلي كده شويه صغيرين. هعمل بيهم الايه صينيه الجلاش. صينيه الجلاش دي يا جماعه يا بنات والله العظيم كانت جميله جدا، كانت يعني وهم كده شكل وطعم وكله. وهنزل كده كمان بالمكرونه بعد ما حطيت اللحمه المفرومه اللي انا معصجاها، هنزل كده بالمكرونه. اعملي حسابك ان انت لسه تحطي بشاميل، ما تملهاش على الاخر قوي قوي عشان ما توقعش منك في الفرن بقى وتطلع بقى دخان وريحه كده وتحسي ان هي بتشيط وتبقى مش حلوه. انا بفضل الطريقه ديت. في ناس بتحط مثلا تحط نص البشاميل على المكرونه وتقلبهم وتقسم البشاميل وبعدين تحط العصاج في النص والكلام ده برضه، ودي حلوه ودي حلوه الصراحه يعني. ولو في مثلا طالع كده بشاميل على جنب الصينيه اشيليه. هبشر كده من الجبنه شويه كده على وش الصينيه، ما بحطش انا بضايه، ما بحطش الكلام ده خالص، مش ناقصين زفاره يعني. والبيض غالي كمان، البيضه ب5 جنيه يعني. تمام. هبشر كده حبه جبنه بسيطه، واللي على جنب الصينيه ده كله شيليه. هدخلها الفرن، انا كده خلصت منها. تمام. هعمل هنا صينيه الجلاش. حطيت السمنه عشان ادهن بيها الصينيه وادهن الجلاش. تمام. دهنت الصينيه الاول بشويه زيت او سمنه زي ما انتي عايزه. معايا لفه الجلاش. انا عندي اصلا مطبخ صغير قوي الصراحه، والرخامه صغيره، فببقى م م يعني متوتره كده وملخومه قوي في المطبخ. فانت طبعا اعذروني يعني. هحط ديت هحط جلاش كده، طبعا ديت مش الورقه يعني، فاهمين يعني، ديت متقطعه فانا بحطها كده من تحت. بص انا مش عايزاها دسم قوي يعني، انا مش عايزه احس ان انا باكل سمنه. حطي ورقتين من تحت وادهني الصينيه، او 3 ورقات من تحت خالص وادهني الصينيه. وبعد كده ورقتين، قصدي ودهني الجلاش، وبعد كده ورقتين وادهني ورقتين ورشه سمنه، ورقتين ورشه سمنه كذا. بصي ورقتين 2 بالظبط اهم. شايفه عندك اي زياده طبعا اتنيها كده في الصينيه. شايفه انا بدهنها بسيط خالص ازاي. كده بالطريقه دي على طول، ورقتين 2 ودهنة سمنه بسيطه.
او رشه سمنه بسيطه. هنحط طبعا نص لفه الجلاش. تمام. وبعدين هنجيب حبه اللحمه الصغننين اللي عندي. لما تكون عندك الحاجه كده يعني ايه، هي مش كتير قوي يعني، احنا ما بنعملش الجلاش بحبه اللحمه الصغيرين دول. يستحسن انت تعملي كده من فوق منظر يعني يغطي على الجريمه اللي احنا عاملينها. زي انا حطيت شويه لحمه صغننين من فوق بقى، ما حدش يركز خالص ان هي فيها لحمه قليله، لا هي فيها لحمه بس شكلها حلو. هكمل بقيه لفه الجلاش نفس الموضوع، هحط 2 ودهنه بسيطه وهكذا يعني. هتستمري بالشكل لغايه ما تخلصيها، وبعدين تبتدي تقطعيها. الاول قطعيها كده. انا عايزه اقولك حاجه، بدلي كتغيير مثلا عندك حد، خصوصا لما يكون حد مش غريب، يعني اخت جوزك مش غريبه، اختك مش غريبه، مرات اخوك مش غريبه، يعني حماتك مش غريبه. فاهمه؟ بالعكس هما بيتبسطوا لما يحس ان انت مثلا بتوفري او عارفه تمشي نفسك. تمام. يعني بدلي مثلا ايه، انا هعمل مثلا مكرونه وبانيه مثلا، احنا بنعملها كتير قوي بنستسهلها ديت، لا بدلي مثلا الطماطم دلوقتي ب20 جنيه، بدلي الطماطم هاتي لبن بدل الطماطم، واعملي صينيه مكرونه بشاميل. انت كده كده بتجيبي مكرونه، هتزيد عليك ايه مثلا شو كوبايه الدقيق مثلا، او 3 4 معالق دقيق، لا والاسم عملت صينيه مكرونه بشاميل. فاهماني؟ آه. الكبده كمان يا جماعه، الكبده ديت اللي انا جايباها الصراحه اللي هي البرازيلي ديت حلوه جدا، بتبقى ارخص من البانيه دلوقتي. معايا هنا بضايه وواحده ماجي، عشان قلت لكم برضو ما عنديش شوربه. تمام. على البضايه واحده ماجي، وهحط شويه ملح، وهحط سمنه شويه صغننين خالص، سمنه مش كتير قد معلقه كده، وهحط لبن. اللبن ده ممكن تحط نص لبن نصها ميه عادي. كان عندي كده معلقه صغننه خالص بيكنج باودر حطيتها، وقلبي الخلطه كويس قوي قوي قوي. ونزلت بيها كده على صينيه الجلاش. نرجع بقى ايه لنصايحنا يعني بدل مثلا ما تجيبي ايه، هتزودي مثلا ايه نص كيلو مكرونه، وبدلي البانيه، ما انت هتوفري كمان من البانيه، بدلي البانيه بالكبده، وهاتي نص كيلو قصدي لحمه مفرومه. هتبص تلاقي نفسك بتعملي مثلا ايه، اكله حلوه يعني. لما تعملي مكرونه وبانيه بتبقى حاجه حلوه، بس يعني مش اللي هي تقدميها للضيوف، او يعني او بمعنى صح ما مش ضيوف بس، يعني مش تقدميها للناس يعني، فاهمه؟ يعني اللي دي لعيالك يعني، فاهمه قصدي؟ بص عملتها كده بالشكل ده. هما الاول كانوا فاكرينها ان هي بيتزا، هو انت ازاي يا ماما عاملينها؟ واخت جوزي انت ازاي ايه ده انت عامله بيتزا مع المكرونه؟ شايفين؟ طلعت بالشكل ده والله، بقى كانت حلوه قوي قوي، كان شكلها وطعمها كانت حلوه بجد يعني. وانا كنت مستعجله، كنت بعمل اي حاجه كده وخلاص، بس فعلا والله العظيم الاكل طلع فوق الممتاز، كان طعمه وشكله كان كل حاجه يعني. هنزل هنا طبعا بالجبنه بتاعتي، هبشرها كده على وشها، وبرده مش هحط كتير قوي، مش هحط كميه مش لازم تمط معايا يعني، مش لازم، هم الطعم. وطبعا متقعدش توسخي في طبق وتبشري في طبق، فاهماني؟ وتبشري الطبق وبعدين تاخدي من الطبق تحطي، ما انت كده كده تحطيهم على الصينيه وتبشروهم على الصينيه بقى وتريحينا، حرام عليكي، حرام عليكي. تعبنا من وقفه المواعين والحوض اللي ما بيفضاش خالص ده. بصي كده بالشكل ده. وكده كده الفرن شغال، انا حطيت المكرونه، هدخل دي كمان على طول الفرن، وهشيل بقيه الجبنه على طول في الفريزر عشان ما تفكش. تمام. همسح بقى مكان ما انا استخدمت كده الرخامه، وهبتدي اعمل ايه بقى البيض. هخلي بقى الكبده للاخر خالص، هبتدي اعمل سوري الكيكه. معايا هنا بيضتين، انا بعمل كيكه ببيضتين 2 الصراحه، بعمل كيكه ببيضتين 2. تمام. معايا كوبايه سكر، حط كوبايه كده، كوبايه ونص يعني، كوبايتين الا ربع كده يعني انت وذوقك يعني، هو السكر غالي بس معلش. تمام.
حطيت هنا السكر، يعني بيضتين، كوبايتين سكر، ماشي، كوبايه لبن، برضه على حسب حجم الصينيه، يعني بيتحكم فيك المقادير يعني عشان حجم الصينيه بيبقى قد ايه. هدهن الصينيه بتاعتي اللي انا هستخدمها كويس قوي، تمام. وافضي السمنه اللي باقيه ديت كلها، افضيها في هي مش كلها، مش كتير يعني، افضيها في في الخلاط، واحط بقى الطبق ده في الحوض كده على طول. احط شويه زيت عشان حطيت السمنه قليل، حط برضو زيت مش كتير، مش لازم الكوبايه الزيت بقى يا جماعه ونص كوبايه السمنه والمش عارف ايه، لا. وحطيت سنه ملح، وحطيت سنه خل، سنه ملح صغننه جدا، وحطيت سنه خل بتدي لون، بتفتح كده الكيكه وتخلي مثلا لونها ابيض وحلو قوي. وحطيت واحده فانيليا، وهضربهم في الخلاط. معايا هنا الدقيق، معايا كوبايتين دقيق. خدوا بالكم من النخله ديت، هو انا المخرج بتاعي مقطوع، بس بتخلي لو اي حاجه كده في البتاع، مثلا ساعات بلاقي فيها مكرونه، ساعات بلاقي حاجات غريبه يعني. هفضي هنا باكل بيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، وهنزل بالحاجات بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط، اللي هو البيضتين مع كوبايتين السكر مع كوبايه اللبن، وهكذا. تمام، ابتدي اقلبهم كويس قوي قوي، عشان مش عايزه اي تكتلات واي كلاكيع كده في في الكيكه. تمام، عايزاها تبقى بالسمك كده او بالقوام ده. هخلي شويه صغيرين كده في في العلبه بتاعتي، وهجيب الكاكاو اللي هو الدارك الخام بتاعنا، اللي هو بتاع الحلويات اللي بستخدمه على طول. احط معلقه، ما احنا ما عدهاش كده يا جماعه. هحط يعني شويه لبن صغيرين كده، عشان الكاكاو اللي انا حطيته ما ينشفش اللي انا عاملاه، يعني ما ينشفش الشويه دول. فاهمين قصدي ايه؟ يعني زودتي مثلا معلقه كاكاو، زودي كده معلقه لبن. هتقلبيها كويس قوي. وطبعا علشان ابتدي ان انا اصبهم كده في الكيكه كويس، هحطهم طبعا في ايه، في الخلاط تاني، او في شفش، او في اي حاجه عندك يعني، او في كوبايه او اي حاجه. هبتدي احطهم بالشكل ده. حلو قوي يا بنت، والله كانت حلوه وكان شكلها حلو جدا يعني. انا عملتها بالشكل ده، انت اعمليها بطريقتك طبعا، هتطلع احلى مني بكتير اكيد. بس انا بديكي فكره، وانت يعني ايه، جودي من عندك براحتك. تمام، بس حاولي ما تخليش تنقط كده كتير قوي يعني، وانت رايحه جايه كده على على الصينيه. فاهمه قصدي ايه؟ لغايه ما اخلص الكميه كلها. طبعا انا مش هسيب شويه في في الشفشه ولا اي حاجه خالص. نزلي كل ده، نزلي يا ماما. تمام كده يبقى بالشكل ده. هعمل هنا دي رده. دي رده بتجيبها من عند العطار عادي خالص، بتجيبي الكيس قد كده مليان ب5 جنيه يعني، اوفر كمان من البقسماط. بس طبعا ما ينفعش نعمل بيها البانيه. لما بتعملي كده الكبده بيها، الكبده بتبقى طريه وحلوه قوي، وبالبقسماط كمان بتبقى جميله، بس هي بالرده، هي اسمها كبده بالرده يعني. فاهمه، بتبقى طريه كده، بتبقى حلوه قوي. كمان ما بتشربش زيت، يعني ما بتعملش الطبقه الكبيره اللي بتشرب زيت دي. هحط هنا في الطاسه بتاعتي، هحط زيت. الطاسه دي انا سايباها كده يبقى بالشكل ده، بحمر فيها يعني بانيه، كبده، حاجات كده يعني. هبتدي كده احمر الكبده على طول. وعايزه اقول لكم الكبده ما بتاخدش دقيقه، بجد ما بتاخدش دقيقه. فاهمه يعني، نص دقيقه على الناحيه دي، ونص دقيقه تقلبيها الناحيه التانية وخلاص. هتسيبها اكتر من كده تنشف وهتبقى مش حلوه. كده طبعا خلصت الاكل يا بنات. بصوا الجلاش طلع شكله ازاي. المكرونه نفس الموضوع، والكبده كمان خلصتها اهي، شايفين.
مستويه وطالعه حلوه قوي، طالعه ريحتها جدا ويعني ريحتها جميله جدا، والثوم مديلها ريحه كده وطعم حلو قوي. انا كده ابتدي ان انا اغرف. الاكل كله لسه مطلعاه من الفرن سخن نار اهو. شايفين شكلها طالع ازاي، البشاميل طالع ازاي، يعني حلو ولونه حلو قوي، وكلها متغرقه، يعني مش عشان احنا ما قلبناش كده المكرونه في البشاميل يبقى خلاص، لا طالعه حلوه قوي متماسكه مع انها سخنه. احنا عارفين البشاميل دايما لما بتبقى مثلا سخنه ما بتبقاش متماسكه كده، يعني بتبقى سايحه، بس انت عشان ظابطه البشاميل اللي في الاول. انا كده غرفت، سايب شويه دول كده عشان كان جوزي لسه ما جاش، يعني كنت انا واخته بس وبنتها وولادي بس. تمام. هبتدي اهو ان انا قطعت الجلاش بالطريقه دي. شايفين لونه وشايفين شكله. شايفين يا بنات اللون مستويه قوي، طالعه حلوه قوي وجميله بجد. اتمنى بجد تجربوها، ما تقولوش رايكم وتقولوا له بقى ايه رايكم في الفيديو ده. متبخلوش عليا باللايك. شايفين شكلها جميل ازاي. هبتدي كده كمان اقطع الكيكه واسيبها تبرد علشان هي لسه سخنه قوي كمان، وهو الاحسن انت ما تقطعهاش وهي سخنه، بس انا قطعتها، يعني سيبها تبرد خالص وقطعيها بتبقى احسن. بس هوريك ديت طالعه جميله جدا يعني. انا قطعتها الصراحه عشان كنت عايزه ايه، اقعد بقى مع قريبتي وعايزه اخلص الفيديو واقفله يعني.